السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وحياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي أسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. نحن والحمد لله في يوم الجمعة، وما أدراكم ما يوم الجمعة. آخر ساعة من يوم الجمعة هي الساعة العظيمة التي يحبها الله، والساعة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساعة الاستجابات وساعة العطاء الإلهي. السلف رضوان الله عليهم كانوا يدخرون مطالبهم لهذه الساعة المباركة، آخر ساعة من يوم الجمعة، لا يسأل العبد فيها ربه شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله ذلك الشيء. والحمد لله القصص في ذلك كثيرة جدا، ويعني أكتفي لكم بقصتين سريعتين. الأولى أن رجلا قال لي: ولدي في المرحلة الثانوية اضطربت أحواله النفسية، وقال: ما تركت دواء ولا طبيبا ولا راقيا إلا وذهبت إليه. الأعراض: الولد بدأ يعني يضعف جسمه، ومداركه أصبحت مشتتة، أصبح عصبيا جدا، لدرجة أنه يضرب، نومه مضطرب، صراخ، تأوهات أثناء النوم، لا يأكل، يسير هكذا في الشارع برا، مرات يخرج يعني من غير لباس حتى أدركه مثلا بلباس. فقال: تعبت جدا جدا. قال: مكثت على هذا الأمر يعني أكثر من 2 سنين. قال: والله يعني كان ابتلاء عظيما جدا. يقول لي: سبحان الله، سمعت عن ساعة الجمعة ورأيت لك بعض المقاطع عن درب اليقين. قال: بدأت يعني أقرأ في درب اليقين، أو أستمع للمقاطع في درب اليقين، وعن آخر ساعة من يوم الجمعة، فقررت أنني أقول لربي: يا ربي، ما بقي لدي حيلة، القوة قوتك، والحول حولك، والأمر أمرك، والفعل فعلك، والتدبير تدبيرك. هكذا يعني هكذا كان يقول لي. فلجأت إلى الله بيقين تام. كنت أقوم بخطوات درب اليقين كما هي: استشعار المعية والافتقار وحضور القلب والاستبشار والفرح والسرور. قال: كنت خلاص. يقول: والله لما كنت أجلس في خلوة، قال: حقيقة يا شيخ، والله حقيقة أشعر بالفرح والسرور. قال: أنا لا أتصنع هذا الفرح والسرور. قال: لا، هو يأتيني. قال: فالحمد لله شعرت أنه خلاص. قال: وبدأت أدخل في آخر ساعة من يوم الجمعة. قال: لا أسمح لأحد أن يقطع علي خلوتي وسلوتي مع الله، وأقول له: يا رب، هذا ولدي. كنت أناجيه:
لا أختار أدعية ولا شيء، أكلم بما في قلبي. وكنت أستغفر، لربما يكون ذنب من ذنوبي هو السبب. وكنت أحوقل، وكنت أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية، وأستشعر والله هذه المعاني. قال يعني أفعل هذه، ومرات أكلم الله سبحانه وتعالى، لكن قال ما غاب عني شعور المعية. قال والله ما غاب شعور المعية، حضور القلب وأنا أكلم الله، يعني أناجي الله وقلبي حاضر. قال الجمعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. قال بعد ما أنهيت الجمعة الرابعة، قال طبعا هو بلا شك، قال كان يأتيني الشيطان يقول لي هيك أنت دعيت وما صار إشي، ورب العالمين لو أراد أن يعطيك لأعطاك. قال لكن كنت أقول لا بد أن أستمر، لا بد أن أستمر، لا بد أن أستمر. قال فكنت أرغم الشيطان وأصرف الوساوس ما استطعت إلى ذلك سبيل. قال فأعود إلى حالة الاستقرار والحمد لله. وكنت أقول هذه الدعوات لن تذهب هباء، أنا صبرت سنوات، سنتين تقريبا، ما في مشكلة، أنا مع الله الذي يسمعني ويراني. فيقول سبحان الله، خلصت قل بعد العشاء أشعر أنه الولد ينادي على أمه أنه أنا أريد أن آكل. قال فرحنا، وضعنا له الأكل. قال يا أمي أنا أريد أني أغتسل. قلنا له اغتسل. قال أحضر لي اللباس. قال لبس. قال بعد ما اغتسل لبس وجاء وجلس، بدأ أشعر يتكلم كلام عادي، كلام عادي. بعدها قال حب طلعوني هيك أروح أشوف الطبيعة والأشياء هاي. قال طلع. قال رجعوني يقول أنا أريد أن أنام، أنا أريد أن أنام. قلنا له نام. قال لكن يعني كان زمان يقول نومه متقطع يفزعنا في الليل، يضرب راسه، يضرب إيده، يضرب كذا. قال نام نوم عميق جدا جدا جدا. قال تركناه. قال مع أذان الفجر استيقظ. قال والله يعني كنا، لكن قال أنا يقيني خلاص، كنا بدنا نشوف. قال استيقظ يقول أنا أريد أذهب للمسجد. قال أخذت معي إلى المسجد، صلى وعاد، وعاد إلى النوم بعد صلاة الفجر. ثم في الصباح استيقظ يقول والله يا شيخ، قال ما كأن به شيء، ما كأن به شيئا، ما في شيء. قال الحمد لله تحسن وكذا. يقول بدأت صحته والحمد لله تعود في غضون 3-4 أيام. قال اللهم لك الحمد. استقرار، الشاب الجميل الوسيم المبتسم الناضج. قالوا بدأ يرتب أموره، وكان يسأل يقول يعني أنا اللي حصل معي إيش هو بالضبط؟ قلنا نقول عارض صحي وكذا. هو طبعا كان يشعر، لكن مرات ممكن في بعض التفاصيل كانت تغيب عنه. قال فعاد ولدي والحمد لله، وبفضل الله عاد إلى حياته الطبيعية. قال والله يا شيخ كأن شيئا لم يكن. وهذا حديث يعني مش بعيد، يعني مش إنه قصة قديمة، لا هو يا دوب هو أراد أن يبشرني هذا الرجل يعني. فيقول الجمعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، ما شاء الله. قال عاد ولدي، من الله على ولدي بالشفاء. أهم شيء يا أخواني إنه صحيح إحنا نستفيد من القصة ونستفيد من أحداث القصة الداخلية إنه كيف كان يفعل، لكن صدقوني يا إخواني كل القصص اللي إحنا نقصها إنما كان الرابط الوحيد والأساسي اللي هو
رابط اليقين كلهم. الذي كان يختلي بالليل ولا كان آخر ساعة لا من يوم الجمعة، أو كان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، أو هذا يكثر من الحوقلة، أو هذا يكثر من الاستغفار، كلهم اليقين ثم اليقين ثم اليقين، اليقين بس. لذلك يا أخواني يعني من المهم جدا أن نأخذ القصة، نأخذ منها العبرة والتثبيت. طيب هذا تجارب بشرية موجودة أمامنا. طيب وأنا لماذا أنا لا أكون أنا صاحب القصة القادمة؟ ليش الناس كلها تستفيد وأنا ما أستفيد؟ هذا سؤال لابد أن نسأله لأنفسنا. طبعا أنا كان في بالي أعطي قصتين، لكن خلاص تجاوزنا 10 دقائق. لعل القصة الثانية تكون إن شاء الله في مناسبة أخرى. أسأل الله أن يكرمكم وأن يبارك لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.